السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يلا بينا نشوف عندنا ايه النهارده. ورجعنا لبعض تاني. النهارده بقى كان عندنا عفش العريس عبد الله. والله الفيديو ده متصور بقاله كتير، بس انا كنت مكسلة اسجل، ما كنتش فاضية. المهم ان احنا هنا بقى ايه، جبنا العفش وخلصنا. طبعا جينا بقى ايه، طبعا عاملين غدا لأهل العروسة وللمعازيم في البيت. وطبعا انا ماسكة العصاية للعيال الصغيرين عشان العيال كانوا بعدين. طبعا هنا عاملين رز بسمتي. هو غدا بسيط كده، بس ان شاء الله يعني كان غدا حلو وجميل، ومن ايدين الشيف عبد الله ابن عمي، طباخة آل سند. بيشيل جميع الافراح ما شاء الله يعني، وجميع المناسبات. طبعا عاملين رز بسمتي زي ما شفناه كده. هو بيعمله في الحلل الكبيرة، وبعد كده بيفضيه في تشت كبير كده ويغطيه عشان يفضل سخن. وهنا شوربة لسان عصفور على الشوربة بتاعة اللحمة. بيعمل فيها لسان عصفور، زي ما انتم شايفينها كده. بقى بيقلب لي هنا كده ايه، ابراهيم عبد الله ابن الشيخ عبد الله. طبعا هنا جينا عند الفرن بقى ايه. هو الاكل النهارده مش زي الاكل بتاع يوم الفرح طبعا يعني. طبعا انا معرفتش ادخل اصور عند الطباخ يوم الفرح، لان بقى كان مولد وكان ناس كتير فمعرفتش ادخل بصراحة. طبعا هنا حاطين لحمة وفراخ في الفرن، هوريهم لكم في الاخر. وهنا السلطة، أنا اتفاجئت إن السلطة لسه ما تحطلهاش الطماطم، عشان طبعا كان الجو حر وهو كان يوم جمعة، فهم راحوا يصلوا الجمعة وبعدين إيه جم كملوا السلطة. الخلطة أو الصوص أو المية بتاعة الدريسنج بتاع السلطة ده رهيب بصراحة. خل على بهارات على ليمون، بصراحة بيخلي السلطة طعمها في حتة تانية. وطبعا التحبيش بتاعتنا بقى المخل وطبعا ده آل سند. اسم الطباخة بتاعتنا يعني. هو ما شاء الله عليه والله. طبعا هنا اللحمة بعد ما طلعت من الفرن، اللحمة طبعا مستوية في شوربة، بيسويها كده حتت كبيرة وبعد كده بيقطعها ترانشات، هتشوفوها في اخر الفيديو. وبيعمل لها خلطة كده بيدخلها الفرن. وطبعا دي فراخ في بطاطس، بما ان البطاطس غالية، فقلت له دخلها لنا يا شيف عبد الله في الاكل، يمكن ربنا ينصفها ولا حاجة. وطبعا ده صاج لحمة تاني، يعني 2 لحمة 1 فراخ. وكان ما شاء الله الأكل كتير وكفى الحبايب كلها. طبعا هنا ألف مبروك للعروسين. وهنا شكل الأكل النهائي بقى ايه. هو اسمه آه جسيع. العرب اللي هيعرفوه هو اسمه كده، الرز على اللحمة، والمفروض بياكلوا بإيديهم بس احنا بناكل بمعالق. وطبعا طبق السلطة بتاعتنا كانت كملت. وهنا طبقين شوربة لسان عصفور ومخلل. وطبعا كان في عيش، احنا كنا خابزين عيش بقى من بدري. حبيت اشارككم يوم من ايامنا او عادة من عاداتنا او فرحة من افراحنا، افراح عائلات سند. العريس عبد الله رجب والعروسة هاجر اشرف، ربنا يهنيهم ويسعدهم. طبعا هو الفرح عدى من زمان، بس يعني حبيت اشارككم الفرحة بتاعتنا. بحبكم في الله.